ده كلام فارغ. الوقت وقت جد، وقت منطق، وقت استعمال الحكمة. كيف نتصرف لإنقاذ الوضع، مش كيف نتصرف عشان يسقفوا لنا. أنا مش عاوزين تسقيف، عاوزين نشوف نحل القضايا الموجودة عشان الاستقرار يعم في الوطن. سيادة الرئيس، هناك انتقادات كثيرة وجهت إلى هذه الدعوة التي تدعوها الآن والتي تصر عليها وتؤكدها، لا سيما من الجانب المصري، واعتبر هذا فرقعة إعلامية ومزايدة، لأن الوضع العربي الراهن لا يحتمل مثل هذه الدعوات. أنا أولا لا أرد على من يتهمني أو من يتكلم، سواء كان إعلامي أو زعيم، أو أنا أعبأ بنفسي أن أتكلم في هذا الجانب، لأن هذا هو ما يريده الكيان الصهيوني، أن يدخل العرب في مهاترات إعلامية وفي صراع معركة إعلامية ليبعدنا عن ما يقوم به في الأراضي العربية المحتلة من صلف وحرب إبادة لأطفال ونساء وشيوخ وحصار أيضا محاصر للشعب العربي الفلسطيني. يعني أي سلام؟ يتكلموا عن السلام، من الذي يتكلم عن السلام؟ أي سلام؟ السلام للجميع. السلام مش الآن احنا نشكل طوق أمني لحماية النظام الإسرائيلي. الاتفاقات هي التي وضعت العرب في هذا الإطار. طيب إذا كان لكل زمان دولة ورجال، لكل زمان وقتها. زمان أنور السادات. هل العرب الآن في وضع يستطيعوا في أن يواجهوا إسرائيل وهم لم يستطيعوا؟ نعم مثل ما واجهت يعني حزب الله في جنوب لبنان، واجه الكيان الصهيوني على مدار 25 عام. ما هي المقومات التي تملكونها الآن كدول عربية وأنت زعيم عربي لمقاومة إسرائيل؟ نملك كل شيء، نحن نملك، عندنا إمكانيات، أنا عندي ثروة وهو الرجال. أنا أستطيع أرسل مقاتلين، وأرسلهم مزودين بأسلحتهم، مش بالمئات، بالآلاف، وذلك دفاعا عن المقدسات وإعانة للشعب العربي الفلسطيني. ولا فيما معنى العروبة وما هو الإسلام؟ أصبحت كلها مصطلحات، الواقع العربي الآن كما يقولون لا يتحمل. هذا مش صحيح. يعني الإسرائيليين زرعوا الخوف في قلوبهم وجعلوا منها بعبع كبير جدا. أنا لا أعتقد ذلك. إسرائيل بشر مثل البشر، عندهم مفاعل نووي، صح، حيقوم يضربوا الأمة العربية بالمفاعل النووي. طيب ليش ما ضربوا جنوب لبنان؟ ليش ما ضربوا حزب الله؟ طيب حزب الله ليش خرجوا من جنوب لبنان؟ حزب الله يعني مجموعة بسيطة جدا. احنا عندنا مقاتلين في الأراضي العربية المحتلة، الشعب الفلسطيني ادي له مال، ادي له سلاح، هو مستعد الآن، مش بحاجة لمقاتلين. هل تعتقد أن إسرائيل في هذا الوضع الآن تعتبر في وضع ضعيف ويستطيع العرب أن يحققوا؟ مهزومة إسرائيل، وهي هذا الصلف هو يدل على الهزيمة، مش إنها منتصرة. كذب عندما يقول يهود باراك انه مش عارفين انه اسرائيل ما تقهر، ما تقهر، قهرت في جنوب لبنان والان مقهوره بثوره التحرير. بسم الله الرحمن الرحيم. خلال القمة العربية في مدينة سرت الليبية، خاطب علي عبد الله صالح الرؤساء والملوك الحاضرين. خاطبهم وخلفه الكثير من الليبيين في مدرجات القاعة يستمعون لشيء ما جديد، شيء ما قد يحدث. يومها قال في ذروة الملل بلا أوراق مكتوبة مسبقا، وأن ليس مشروعا عاطفيا مقدما من ملك أو من أمير أو من رئيس أو عاطفة، ولكنها من خلال متابعتنا للأحداث والتطورات الإقليمية والدولية. لا بد أن يفعل العمل العربي المشترك. كيف نطور منظومة العمل العربي المشترك؟ سموها ما شئتم. وإذا كان هذا الحديث حول تطوير منظومة العمل العربي حيحدث سوء فهم داخل المجموعة العربية، فأنا أقترح لا يناقش ولا يجمد. خلونا نحافظ على ما تبقى من التضامن العربي في إطار ما يسمى بالجامعة العربية، ولا لا بات نناقشه ونناقش حيثياته ونناقش خلفياته. هذه تطوير العمل العربي المشترك. خلونا ناخذ ميثاق جامعة الدول العربية، خلونا ناخذ الميثاق ونجعلها منظومة متكاملة، مش ناخذ فيها في العمل العربي المشترك من هذا الميثاق ما نريد، ناخذها كوثيقة وطنية أو كوثيقة قومية ونفعلها بكل نصوصها
منها اتفاقية العمل العربي المشترك، المجلس الاقتصادي الأعلى، إنشاء حكومة فض المنازعات، إنشاء يعني هذه موجودة أيضا في ميثاق جامعة الدول العربية. الشيء الأخير هو دعم السلطة الفلسطينية. أولا دعم الحوار الفلسطيني. الشيء الثاني الوقوف إلى جانب السلطة الفلسطينية كسلطة شرعية، وأن نعزز من موقفها ونعزز من الوقوف إلى جانبها بما يسندها ويعزز من مواقفها التفاوضية مع الولايات المتحدة الأمريكية، مش مع نتنياهو. نتنياهو موظف مرسل، وأنتم تعرفوا أصله وفصله ومن أين أتى. هو مندوب في الدولة اليهودية، لا يريد أمن ولا يريد استقرار ولا رضي يوقف الاستيطان. خطاب الرئيس أوباما خطابه الانتخابي واضح، وخطابه لما جاء إلى مصر واضح، ولكن لا يعني دخل الكلام من هذا الإذن وخرج من الإذن الثاني. إذن هذا متنفذ، وهناك قوة يمينية وقوة صهيونية تدعم نتنياهو، وانتم نغرد بالبيانات والشجب والإرهاب والمش عارف ايه والحكومة، ولا هم سامعينا ولا هم عارفين من احنا. الحل هو الحل في فوهات البندقية، تصعيد المقاومة بكل ما أتيتم من قوة، ولا يسترجع حق إلا بالقوة. ما انتزع بالقوة ما يعاد إلا بالقوة. أما التفاوض فهي إهانة. شكرا لأخي رئيس المؤتمر، والسلام عليكم ورحمة الله. كان صالح يتحدث أمام الرؤساء بلكنته العامية، كان يشرح التفاصيل الكبيرة بلهجة عادية، لهجة الواثق من نفسه أمام الملوك الأثرياء. في ثنايا خطابه هناك وقف الجميع يصفقون له. عندها قال عنه القذافي: موجود هناك فأنت موجود معنا، وأنت صامت في وجه العواصف، وتستحق وسام الصمود والشجاعة. والمهم أن اقتراحك حصلت عليه الموافقة من الآن لما قدمته، صفقنا مرتين عليه. إذن اقتراحك تمت الموافقة عليه وسنناقش تفاصيله. كانوا يرددون في القاعة وبصوت موحد: ابتسم صالح ووقف معهم رافعا يده اليمنى، وفي داخله يعلم جيدا واقع العرب ومكر المخادعين، لكنه قد قال حلم الشعوب في شبه الجزيرة والوطن العربي، وهذا بمفرده يكفيه. هذا صالح، وتلك خطاباته ما زالت في كل مكان، لم تمح أو تنسى. في زلزال الثمانينيات الذي شهدته اليمن وشهدته دمار، كان الرئيس علي عبد الله صالح الرئيس السابق لليمن حاضرا وبقوة. وعندما حدث زلزال تركيا قبل أشهر، تداول الناشطون صورا للرئيس اليمني وهو يساعد في انتشال الضحايا. كذلك الرئيس الليبي معمر القذافي، والذي كان أوصل الفرد الليبي إلى ذروة الترف، حتى أن يذهب الليبي إلى أي مكان ويعرف بكرمه بل وببذاخه. فأين كان الليبيون وكيف أصبحوا؟ وفوق كل هذا كان القذافي الذي يحب تسمية نفسه ملك ملوك أفريقيا ويستحق هذا الاسم بجدارة، كان ينزل إلى أوساط الناس، إلى البسطاء والمحتاجين. وهنا يأتي دور الرئيس ودور الراعي الحقيقي. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هنا يكمن دور المسؤول ويظهر جليا في مثل هذه المواقف. كان يذهب
إلى المستشفيات، إلى الأماكن، إلى الطرقات، يرى المشردين ويتساءل لماذا أنتم مشردون والدولة توفر لكم كل شيء. وكان مفكرا أسيء إليه من قبل الكثير من الدينيين والمتشددين والمتزمتين، ولعل أبرز من أنصفه كاتب وسياسي يمني اسمه أحمد جابر العفيف، وهو أحد أعمدة النهضة في اليمن، ويعود له الفضل في بناء جامعة صنعاء وفي بناء المدارس والعديد من المشاريع كبنك التسريف التعاوني الزراعي ومدينة العمال وبنك الإسكان والكثير من المشاريع، بعد أن ذهب إلى عديد الدول العربية والأجنبية ليبحث عن دعم لمسيرة النهضة في اليمن، حتى أنه كان أول من ذهب إلى السعودية، وكانوا ينتظرون العودة بجثته، أن يعود جنازة، بعد أن كان أول مسؤول يذيب الثلجة بين الجمهوريين والملكيين نهاية الستينيات بداية السبعينيات من القرن المنصرم. هذا الرجل قال أنه ذهب إلى الزعيم الليبي والعربي معمر القذافي وأنصفه في كتابه شاهد على اليمن. أنصحكم بقراءة هذا الكتاب. وقال: كان لدي تصور بأنه صاحب أفكار شاذة ومن هذا القبيل، وبمجرد أن وصلت إليه بعد صعوبة ربما بسبب الأحداث في البلاد في ليبيا، كان الوضع مشددا من الناحية الاستخباراتية، فوصل إليه بعد جهد جهيد، وعندما وصل